مساء الفل. ايه الاخبار؟ انا بصراحه لقيت نفسي فاضي، فقلت ما تيجي نتكلم على نابولي. ماذا يحدث في نابولي؟ يعني انا بسأل وانت بتسأل والعالم كله بيسأل، واي حد بيعدي بيسأل. نابولي عاصمة الجنوب، عاصمة المافيا الإيطالية، عاصمة الباستا برضو والبيتزا والحاجات دي. ايه اللي بيحصل في نابولي يا جماعة؟ الفرقة دي بتعمل ايه في اوروبا؟ ايه ده؟ في ايه؟ أم... مبدئيا نبتدي كده الفيديو بمقطع بسيط كده لكابتن فارس عوض، وحلاوة كابتن فارس عوض، وجمال كابتن فارس عوض مع نابولي. عمل باي ذا واي يا جماعه، فارس عوض معمول له جروب على فيسبوك، آم، اسمه نابولي وفارس عوض، وتخشوا تتفرجوا عليه كده يعني، هتتبسطوا قوي، هتلاقي في شويه فيديوهات جميله بصراحه يعني. اللاعب الألماني الآن زيلينسكي، يا سلام لوبوتكا، يا سلام أنغويسا يتقدم، أنغويسا يا سلام، نابولي يا سلام، نابولي يا سلام، نابولي انتهى الكلام. آه ماشي. ندخل بقى ايه في الرغي الحلو الجميل على نابولي والستايل اوف بلاي، وايه نقط الضعف فيهم. هم عندهم نقطتين ضعف هبل جدا، بس يعني دول لو ظبطوهم برضو هيبقوا جامدين قوي يعني. نبتدي بالتشكيل. هو الفرقه بتبتدي مبدئيا هو 4-3-3 صريحه، 4 ما فيهاش لعب ولا عك ولا بتحوير ولا اي حاجه خالص. تمام. الجون اليكس ميريت، باك رايت دي لورينزو، رحماني، كيم مين جاي. كيم مين جاي ده هنتكلم عليه برضو بالتفصيل، عشان ده هو حجر الاساس، يعني هو حجر الاساس. ماريو روي، برتغالي، نص الملعب بيتكون من 3: زيلينسكي، لوبوتوكا، ستانياس لوبوتوكا، زامبو انجيزا. الثلاثه الهجوم اوسيمين هنتكلم عليه برضو واللي بيعمله، يا جماعه المهاجم يعني في مهاجم يعني. حسبي الله ونعم الوكيل في الدوري المصري، لعبت الدوري المصري، يلا مش مهم. ناحيه الشمال، ليفت وينج، كفارا تسخيليا. طبعا الاسم صعب جدا بس يعني بننطقه الحمد لله يعني. وناحيه اليمين هيرفينج لوزانو. في وقت من الاوقات هيرفينج لوزانو ده كان هو نجم الفرقه يعني. دلوقتي كفارة تسخيليا واوسيمن. اقول لكم ايه يا جماعه؟ اقول لكم ايه والله؟ ده انا هوريكم شويه حاجات، للاسف الشديد مش هعرف ادخل يعني مقاطع فيديو كده عشان الحقوق وكده، عشان احنا لسه بنبتدي القناه اصلا ومش عايزاها تتقفل يعني. فهوريكم صور اللي هو مواقف غريبه جدا، والمواقف الغريبه جدا دي بتنتهي بجوان، او بتنتهي بخطوره كبيره جدا، ان هو الجون بيشيل او بتبقى هجمه خطيره او واتسو ايفر من اوسيمان او كفارة سخيليا. وانا بصراحه انا معجب جدا 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 بالباك رايت بتاعهم، اللي هو دي لورينزو. باك رايت جامد قوي يعني. ده يعني انا بص، هو في 4 في الفرقه دول، يعني مستحيل بكل حال من الاحوال السنه الجايه يفضلوا موجودين يعني. مش هيتسابوا، مستحيل يتسابوا. اولهم دي لورينزو باك رايت، عظمه. تاني واحد كيم مين جاي، هو لسه جاي من فرنبخشة، بيعوض يعني قائد الدفاع بتاعهم اللي مشي السنه دي، اللي هو كولوبالي لما مشي الناس كلها قالت يا جماعه كولوبالي ده هو كان الحجر الاساس، هو كان المدافع رقم 1، هو الالفا من الاخر في الدفاع. بس يعني اللي بيتفرج بقى على نابولي وبيتفرج على الدوري الايطالي والشامبيونز ليج، لا كيم مين جاي في حته تاني خالص، في حته تاني خالص يعني. وعامة قريب جدا منه في خصائصه من كولوبالي، بس فرق السن برضه حلو قوي، مختلف تماما، اقل كتير. وكيم مين جاي عنده ميزه برضه، هوريها لكم كاردو في الصور كده واحنا ماشيين. كيم مين جاي بيقطع الكرة من منبعها، يعني مثلا اياكس بيكون لسه بيحضر ولا حاجه، بيقطع الكرة يعني. الكرة مع اياكس بيقطع كرة من نص ملعب اياكس يعني، وبيقطع كرة يعني بيقطع كرة من منبع الخطورة، اللي هو من الاول خالص، اللي هو سيرجيو راموس في عزه، اللي هو في اوله خالص، اول لما طلع وكده. وطبعا اوسيمين هو المهاجم الذي لا يوجد له نقطة ضعف، ده بالنسبة لي يعني. طبعا خصائص المهاجم يا جماعة بتبقى ايه يعني؟ سريع موجود، قوي موجود جدا، هيدر موجود فشخ،
كومبوجر موجود جدا، يمينه زي شماله شغاله. فاوسيمين لما جه نابولي كان عليه كميه لغط والناس بتشتم فيه، ولا مش ممكن لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الكرة دي خلصت جول. يعني ده في ماتش ساسولو، لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الكرة دي خلصت جول. دي واحد. تاني حاجة ده على فيكتور اوسيمان. تاني حاجة لك ان تتخيل عزيزي المشاهد برضو ده في ماتش روما، وده سمولينج بيموته تقريبا وايبانيز جاي يقتله برضو ومن الزاوية دي، ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الكرة دي خلصت جول برضو. يعني ده فيكتور اوسيمان. دلوقتي هنا في اللقطه دي برضو فيكتور اوسيمان رايح انفراد على الجول، عادي رايح انفراد على الجول عادي جدا. الجول قرر لا انا ههاجمه وبهدله ويلا نشوف ايه اللي هيحصل. لكن انت تخيل عزيزي المشاهد عنده حاجه اسمها كومبوجر، الا وهو حسن التصرف في المواقف الحرجه. تشيبايه جميله جدا، يا سلام، خطيره، جول، شكرا، الله اكبر، سلام عليكم. ده لك ان تتخيل عزيزي المشاهد. ده ماتش اللقطه الجايه دي، ده ماتش يوفنتوس، اوكي؟ عشان بوريك بس خصائص المهاجم بتبقى عامله ازاي، عشان تعرفوا يعني المهاجمين اللي عندنا في الدوري المصري او المهاجمين المصريين بشكل عام يعني بتوع لب، مع احترامي الشديد طبعا لجميع الناس يعني. ما عندهمش خصائص المهاجم اصلا، هو مش عارف ليه تسموا مهاجمين اصلا على قفانا في الاخر ده، بس يلا مش مهم يعني. هنا في ماتش يوفنتوس بص يعني قوه اي مهاجم في الدنيا بتتلخص ان هو سنتر باك هنا في مساحه في النص، انا همرح في المساحه في النص. لو انت ما عرفتش تمرح في المساحه في النص اقعد في بيتكم من الاخر يعني، بجد اقعد في بيتكم يعني، عشان هي الموضوع سهل وبسيط وجميل، واللي هو مش هسميك مهاجم اصلا، اللي هو انت مش مهاجم كده بحال من الاحوال، باي حال من الاحوال، تمام؟ ده في ماتش يوفنتوس. الماتش ده خلص 5-1. مسكوا يوفنتوس يا جماعه، ادوهم علقه كوره، بسم الله ما شاء الله. المهم كفاراتسخيليا على الناحيه الشمال لمح اوسيمان بيجري في المساحه الموجوده بين السنتر باكين، حط له اوفر هيدر نموذج. الكره جايه كده اهي، الكره جايه كده، هنحط الهيدر عكس الكوره، شكرا جول، سلام عليكم، تمام؟ نتكلم بقى على كفاراتسخيليا. كفاراتسخيليا ده يا جماعه جاي ب 12 مليون يورو، يعني تقريبا ده سعر مينامينو لما راح ليفربول، كان تقريبا رايح ب 10 ونص 11 حاجه كده. بس كفاراتسخيليا ده لعيب جورجي مبدئيا، المثال الامثل للمتعه الكرويه الفجه. يعني انا باوفر في الكلام وبجيب مصطلحات معقده شويه عشان هو لعيب عامل كده. لعيب بيتعمل له سكاوتنج حرفيا بقاله سنه ونص او سنتين، هم من ساعه لما انسيني قرر اللي هو يا جماعه هي جايز ام ليفينج، انا مش عاجبني الكلام ده، انا عايز فلوس، انا رايح العب في الدوري الامريكي MLS مع تورونتو الكندي. هو كندا وامريكا بيلعبوا مع بعض يعني، هي زربيح كده في MLS يعني. وهم ابتدوا يشتغلوا على بديل ليه، يعني هم عايزين بديل ليه، فوقع الاختيار على مستر كفاراتسخيليا. عزيز بوتنشال لطيف جدا، راح نابولي يا جماعه، توحش. انا خايف، انا بصراحه خايف يعني، انا لو مدافع انا خايف. مبدئيا هو كفاراتسخيليا 1 على 1 هيعدي، 1 على 2 هيعدي برضه، 1 على 3 هيعدي برضه، 1 على 4 هيعدي كده، 1 على 5 على فكره هو بيعدي برضه يعني، بيبقى فيه وهو 1 و5 و6 و7 و8 في منطقه الجزاء، والله العظيم الكره دي بتنتهي جول، عشان تعرفوا مدى الجوده لهذا اللاعب الا وهو كفاراتسخيليا يعني. كفاراتسخيليا مش الوينجر اللي هو يعني، هو نابولي عامل برضه عظمه في الحوار ده عامه يعني، او سباليتي عامل عظمه في الحوار ده يعني، اللي هو عنده الوينج رايت والوينج ليفت، عنده التو كواليتيز اوف فوتبول، الا وهي الوينج رايت الناحيه الثانيه هيرفيك لوزانو. هنرجع لكفاراتسخيليا تاني. هيرفيك لوزانو يمينه زي شماله، سريع جدا، وينجر على الخط، هيموتك جري، هيبهدلك جري، بس ما عندهوش الكنترولينج والدريبلينج
اللي هو يعني الاجيلتي بتاعت اجيلتي اللي هي اللهم صل على النبي، يعني اللي هو ايه اقول لك بالعربي، افتكرها الاجيلتي اللي هي لعيب لوين اللي هو خفيف على الكوره كده، ما عندهوش دي. هو سريع جدا، قوي جدا، يمينه زي شماله، هيلعب على الخط كويس جدا، الباصات ورا المدافعين، وده اللي بيحصل مينلي من زامبو انجويزا ومن زيلينسكي واوقات لوبوتوكا ده برضو عامه رقم 6 بواجبات رقم 10. زامبو انجويزا رقم 8 بواجبات رقم 10. زيلينسكي رقم 8 بوجبات رقم 10. اللي هو في وقت من الاوقات مارسيل كولر طلع قال لك انا عايز لعيبه بتاعت نص الملعب بتاعتي كلهم يكونوا رقم 6 ورقم 8 ورقم 10. ده اللي بيتطبق في نابولي حرفيا، يعني الثلاثه بيهاجموا والثلاثه بيدافعوا والثلاثه تقال جدا. زامبو انجيزا كان فيه عيب في كل الانديه اللي هو لعب لها قبل كده، ان هو بيسرح هجوميا، اللي هو بيطلع هجوميا على طول وما مش بيكفر الدنيا وراه. لا، اللي بيتفرج على نابولي الثلاثه يا جماعه بيهاجموا وبيدافعوا وبيعملوا شيء مرعب. الفرقه كلها بواجباتها الهجوميه بالواجباتها الدفاعيه بيقدموا عظمه. انا هوريك صوره دلوقتي حالا من ماتش نابولي وماتش ساسولو. اوكي، هي كان كورنر واترفع وبعدين هجمه مرتده الناحيه الثانيه. يا جماعه في 9 راجعين ولا 8 راجعين سبرنت بطريقه مرعبه، اللي هو كمان جايز يو ار نوت سكورينج ذيس جول. كده انت مش هتجيب جول خالص لو اتنططت، انا هموتك. نرجع تاني كفارة سخيليا. اوكي، فكفارة سخيليا في مواقف هنا يعني اللي هو لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الهجمه دي خلصت جول. الهجمه دي دلوقتي خلصت جول 1 2 3 4 5 6 7 8 من المنافس في منطقه الجزاء، والهجمه دي خلصت جول بكل هدوء بكل ثقه، دريبلينج بسيط جدا، لعيب سموث جدا، كومبوجر عالي جدا. فالفكره كلها اللي هم بعدين عن يعني نابولي اوفر اول بقى عندهم ميزه او ميزات كبيره جدا. يعني هم بيخلقوا فرص كتيره جدا في الماتشات، بس خلق الفرص ده بيسجلوا منه اجوان كتير قوي. غير ان هم عندهم بيصنعوا فرص كبيره جدا من الانديفيدوالز سكيلز، اللي هو المجهود الفردي للعيبه بتاع يعني اللي هو عندهم بيلعبوا كتيم اوفر اول، وبيلعبوا عندهم الانديفيدوال سكيلز عاليه قوي، من كفارة سخيليا لاوسيمين لهيرفينج لوزانو لزامبو انجيزا لزيلينسكي لإلماس لما بينزل من على الدكه، لراسبدوري لما بينزل من على الدكه، من ديلارينزو في الباك رايت. ديلارينزو بيلعب على الخط عظيم، اوفرات عظيمه، اوفرلابس عظيمه، وبيخش نص الملعب يبقى انفيرت فول باك. فديلارينزو بصراحه يعني باك رايت عظيم. حظه السيء وحظ اغلب اللعيبه الايطاليين عامه دلوقتي الجامدين يعني ان ايطاليا ما وصلتش كاس عالم. ايطاليا بعيده عن المحفل الدولي بقالها فتره، اللي هو ما هي كاس العالم ده هو اللي بيطلع اللعيبه دي. انت بتشوف اللعيبه دي في كاس العالم، بتحس باللي هو الكواليتي بتاع اللعيب ده في كاس العالم. ايطاليا بعيده، فدولارينزو مظلوم جدا. انا شايف له باك رايت عظيم يعني. انا كمشجع مانشستر يونايتد لو في يوم من الايام هم محتاجين باك رايت يروحوا يجيبوا دولارينزو، هيخلصوه ب 40 30 بس. يا جماعه جامد قوي. ماورو روي هو عنصر الخبره في نابولي يعني. باك رايت باك ليفت، اللي هو بيفكرني جدا، هو دلوقتي طول شعره شويه، بيفكرني جدا بليزارازو اللي هو الوينج رايت الباك رايت بتاع فرنسا والجيل الذهبي بتاع فرنسا. هو نفس خصائص ليزارازو بالظبط. متكوك، قصير، قوي جدا. خد الكرة مني لو راجل خد الكرة مني والله ما هتعرف. ومع هذا قوي دفاعيا جدا وهجوميا واو. في شويه اوفرلابس، ولا لو كان مسموح لي ان انا اعرف اجيب الفيديوهات، في شويه اوفرلابس بتتعمل بينه هو بين كفارة سخيليا وبين ماورو روي. يا جماعه يا لهوي على الحلاوه والله يعني. يعني طبعا يعني دي السيمبل فوتبول ابسط الاشياء، بس والله يا جماعه لو اتفرجتوا عليها ايه الحلاوه دي. حاجه كده ايه، بسبوسه بالقشطه بتاعت كويدر، عارفينها؟ جامده قوي.
نخش بقى على ايه؟ الكيم مين جاي. ايوه هو ده اللي جابوه من فنربخشة برقم متخلف جدا لما باعوا كولوبالي ب 40 45 مليون لتشيلسي لما زنبقوهم في كولوبالي، اللي هو انا بالنسبه لي كولوبالي فاضل له سنه سنتين باي باي، وراح جابوا كيم مين جاي. كيم مين جاي انا واخد والله العظيم ببالغ، واخد من فان دايك اوكي، وسيرجيو راموس برايم سيرجيو راموس اللي هو بيقطع الكوره من منبعها، اللي هو هنا يا جماعه يعني لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الكوره دي هو بيقطع الكوره من منبعها وقطعها من قبل الخطوره ما تبتدي. الكوره دي لو عدت خطره جدا، خطره جدا. واحده كمان في ماتش اياكس اهي، الكره دي لو عدت خطره جدا، بيقطعها من نص الملعب يا جماعه وبيطلع بهجمه الناحيه الثانيه، يدي كفاره سخيليا يلا الاوسيمين يلا هيرفينج لزاني، الناس كلها بتجري اللي هو ايه ده امسك مين يا جماعه ارجوكم قولوا لي امسك مين. مفيش، مش تمسك حد، مش هتعرف تمسك حد، انا بقول لك مش هتعرف تمسك حد. فكيم مين جاي صفقه عظمه بسبوسه بالقشطه برضه بتاع الكويت والله. احنا كده اتكلمنا على ماورو روي وكيم مين جاي ورحماني مدافع اللي هو بيسند كيم مين جاي، اللي هو انا معاك يا معلم قلبا وقالبا. عارف اللي هو او فان دايك في ليفربول اول لما جه كان فان دايك بيتحط واي حد بيلعب جنبه بيبقى جامد، من اول جوميز المالت، من اول ماتيب المالت، من اول صاحب صلاح مش فاكر اسمه بصراحه، لوفرين، كان اي حد بيلعب جنب فان دايك ساعتها كان جامد جدا. ده اللي حاصل بالظبط مع كيم مين جاي، هو رحماني بيلعب كيم مين جاي وكيم مين جاي شايل الليله كلها تمام. نص الملعب انجويزا وزيمنسكي لوبوتوكا ما بحد هجوميا رائعين، دفاعيا اروع خطوار، بيقوموا بواجبات 6 و8 و10، والثلاثه اللي قدامنا اتكلمنا عليهم كفاراتسخيليا اوسيمين وهيرفينج لوزانو. حاجه اخيره في الليله دي كلها، يا رب يعني اتمنى ان انا اتفرج على ماتش ريال مدريد ونابولي في الشامبيونز ليج دلوقتي بقى الدور الجاي، دور الاربعه نهائي، طبعا ده هيبقى قمه المتعه. انا نفسي اتفرج على ريال مدريد نابولي او ريال مدريد مانشستر او سوري نابولي مانشستر سيتي، عايز اتفرج على المتعه اللي هيحصل. بس كده دي كانت حلقه جميله كده عن مرعب اوروبا دلوقتي ومرعب ايطاليا ومرعب اللي هو خلاص بيتحضر ان هو ياخد الدوري خلاص، فرق تقريبا 20 بوينتس مع انتر ميلان الثاني الا وهو نابولي. بس كده نتفرج بقى نشوف كده نابولي هيعمل ايه في الايام الجايه. كده تقريبا صعد دور 8 تشامبيونز ليج كسبين فرانكفورت بره 2-0 وفرق 20 نقطه في الدوري، ف يعني الدوري خلصان والتشامبيونز ليج يا رب يلعب ريال مدريد، بس مش عايز حاجه تاني. شكرا جدا، سلام عليكم.